روح لعضو مجلس الشعب اللي في دايرتك، كل واحد يروح لعضو مجلس الشعب اللي في دايرته ويقول له انا عايز اعمل علاقه حب وموده بيني وبين ابني، ومش عارف اعملها خلال ال3 ساعات اللي في قانون الرؤيه، وانتوا اللي بتشرعوا القوانين. انت ترضى ان ابنك تشوفه 3 ساعات بس كل اسبوع؟ هتعرف تخلي ابنك ياخد عليك؟ طب لما يعدي سن ال 15 سنه، بنت او ولد، وتيجي تقول له تعالى عيش معايا، هيبقى بيحبك؟ مش هيبقى بيحبك، مستحيل. هو اتعود 15 سنه عايش مع امه، هيجي بعد كده يختارك انت؟ مش هتحصل. يبقى الحل الوحيد هنا ايه؟ عشان خراب البيوت وعشان الاسره المصريه اللي بتتدمر، لازما قانون الرؤيه يتعدل ويبقى فيه استضافه. لازما الابن يروح يعيش مع ابوه ويشوف ابوه ويشوف بيته وعايش ازاي، ويحس بحنانه ويحس بمحبته له. مش هيحس بده وهو معاه في مكان عام. لازما قانون سن الحضانة ينزل، لان 15 سنة دول كتير. بيبقى الطفل بقى راجل والبنت بقت عروسة، بعد كده تيجي تقول لي يعيش مع ابوه او نخيره؟ ما هيختار امه اللي عايشة معاه طول عمرها. يبقى لازما القانون يتعدل. سمعوا الكلام ده لكل اعضاء مجلس الشعب. السلام عليكم.